بكم. طبعا تذكرون الحاله اللي طلع ويانا السيد وعلي الله يخليه بخصوص الخطا. طيب بعد انه وصول المناشده والسيد انه استنجد بالمتولي الشرعي الشيخ الكربلائي تكفل بكافه الاجراءات. سيدنا اليوم شنو المستشفى زين العابدين استقبلته بناء على توجيهات المتولي الشرعي وايضا اداره المستشفى. السلام عليكم. من بعد توجيه سماحة المتولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة بخصوص الحالة الإنسانية اللي تخص مريضنا علي حسن، تم توجيه كوادر مستشفى الإمام زين العابدين بالتوجه إلى بيت المريض وجلبه إلى المستشفى من أجل علاجه. طبعا مستشفى سماحة الشيخ وجه بأنه جميع تكاليف علاجه تكون مجانا على العتبة. وفي حال انه كانت اكو علاجات انه خارج راح تتكفل بها العتبة الحسينية المقدسة. وايضا انا وصلت البارحه انه اصلا وصلت رساله ايضا انه راح يكون مبلغ ايضا للعائله. شكرا جزيلا سيدي. اهلا وسهلا. الان انت تجري عمليه الفحص وبعدين ان شاء الله حاليا احنا راح نفحصه كفحص روتيني، من بعدها راح نعرضه للاطباء المختصين. الاطباء المختصين شافوه اول ما اجى، ولكن من بعدها احنا ان شاء الله راح نتوجه لغرفه الرفض على مود نقوم باجراءاتنا. شكرا جزيلا. ان شاء الله. حياكم الله. سيدنا شنو رايك بالمبادره اللي قام بها؟ والله ما قصر الشيخ الكربلائي بعد ما الجماعه اخذوا فلوسك. ايضا اكو مبلغ وصوني انه مكتب سماحه الشيخ انه راح يكون مبلغ كتعويض اللي حضرته غير انه العلاج وكذا. فشو رايك بالمبادره اللي سواها مستشفى زين العابدين وايضا الله يوفقكم. والله ما قصر الشيخ الكربلائي. والله ما قصر. الشيخ الكربلائي خلال ساعات استجاب للمناشده مالته. ورا جد اتصلوا عليك، يعني ورا ما اعطيتهم رقم تليفون. والله ما خالين ساعات، يعني ساعه ونص او ساعتين اتصلوا بي. باختصار شنو الفرق بين اللي قلته هناك ولا يعني بغض النظر عن انه داعي كذا، ولكن هو الموضوع الانسان نتعامل اليوم ويا انسان. ايه فرق هواي والله. اتمنى انه ان شاء الله يرجع ويقوم بسلامه. ان شاء الله. اكيد مشاهدينا الكرام، هذه الحاله الانسانيه اللي طلعت وياكم بها وشفتوها، واليوم انه العتبه الحسين كيف الموضوع بالتحديد مستشفى زين العابدين. ايضا احنا راح نتابع حاله علي وان شاء الله نطلع لكم فيديو ثالث نشوف انه علي مشافى ويقدر يمشي. نشوفكم خير.